تعملها وتحطها في بواقي اكلك وترميها، ياكل منها اللي ياكل منها، قطه كلب ايا كان، وكأن دول اخدوا ورثه، وكأن دول طردوه من بيته وقعدوا مكانه في بيته. يعني يتخلصون من الكلاب الضالة. شوفوا كيف أول شيء بيجيبوا طعام مغري، يعني إشي مثلا زي المعاليق، زي المصران، الكبدة، التونة، الدجاج. هذا الإشي مغري جدا للكلاب، تمام، لأنه بتعرفوا السموم زمان بقت موجودة وهسه انمنعت بالأردن. بيدقوه بطحنوه، ما هو ما له ريحة المميع هذا، وبخلطوه مع الاكل هذا وبحطوه بالشوارع عشان الكلاب تاكلها، بصير في عندهم نزيف داخلي الكلاب وموتوا. يجيبوا قزاز على مثلا محل القزاز، بطحنوه وبخلطوه مثلا مع المصارين او جرعه متوسطه، يعني 3 4 حبات لقى زيك، وحطها مثلا بحطوها بعلبه التونه او شيء زي، باكلها بصير تباطؤ ضربات القلب. يعني احنا بهمنا سلامة الأطفال، وكمان بهمنا الكلاب مكون من البيئة، يعني تمام. أدوية الصراصير الموجودة، أدوية الصراصير بتعمل شلل، بحطوها على أساس تضعف الجهاز الهضمي. قليلة منه شو بتعمل؟ فشل بالكبد، وجرعة صغيرة منه فشل بالكبد عند الكلب، سبحان الله. يا اخي انا والله ما عارف ايه كميه الغل اللي جوه قلوبكم دي. المفروض ان الكائن ده بيتابعه الاف من المتابعين، بيقدم لهم وصفات ادويه يقدروا يجيبوها من اي صيدليه عشان خاطر يحطوها في بواقي الاكل، او يشتروا اكل ويحطوها فيه ويرموها في الشارع مع بواقي اكلهم، او يرموها في اماكن القمامه عشان يتخلصوا من قطط او كلاب الشارع. انت متخيل ان لو حد عمل كده وفي مخلوقات اتأذت ولا ماتت او اتعذبت زي ما انت ما بتقول، ان هو اللي هيشيل الذنب لوحده؟ لا، بل انت كمان هتشيل الذنب، لان انت ارشدته ودليته على اللي هو بيعمله ده. النهارده النشطاء وجمعيات الرفق بالحيوان وجمعيات الحمايه في الاردن قدموا بلاغ ضد الشخص ده. طبعا الفيديو انتشر بشكل كبير، خلال ساعة تجاوز عدد كبير من المشاهدات. هجمت من قبل الناشطين اللي بيشتغلوا على موضوع حقوق الحيوان بشكل عام. واليوم يعني تلقيت اتصال، أنا خارج الأردن طبعا، من حماية البيئة والزراعة يعني بشكل عام، انه ما بصير ولازم تيجي تكتب تعهد وتنزل فيديو اعتذار. قلت له ما عندي اي مشكله، احنا بننزل وبس يعني ازدواجيه الانسانيه. طب الكلاب والبسس والقطط هاي يعني كانوا ياكلوا مثلا اطفال في غزه، تمام، او ما سمعت اصواتكم. يعني الانسانيه مش قادر افهمها كيف، يعني معايير الانسانيه انه انت لازم تكون انساني تعطف على الحيوان، بس اذا انسان ثاني او طفل مات مش شغلك وما اخي فعلا سبحان الله. وهل من الانسانيه ان احنا نتخلص من مخلوقات ضعيفه لا يسمع انينها الا الله؟ دي الانسانيه في نظرك؟ الانسانيه في نظرك ان احنا نروح ندافع عن اطفال ونساء غزه اللي كلنا مقصرين في حقهم؟ ومش من الانسانيه ان احنا نروح نتخلص من قطط وكلاب ربنا سبحانه وتعالى ائتمنها عندنا؟